مساء الفل على أحلى متابعين. النهاردة هنعمل جولة مختلفة ومميزة داخل عالم من الفخامة والرقي والجمال مع حفصة سنيه للستاير. في ناس كتير لما تسمع كلمة ستاير تتخيل إنها مجرد قطعة قماش بتتعلق على الشباك وخلاص، لكن الحقيقة إن الستارة عنصر أساسي من عناصر الديكور، وقدرتها على تغيير الشكل للمكان أكبر بكتير مما نتخيل. ومن أول نظرة للتصميمات الموجودة قدامنا هنلاحظ حجم الإبداع في اختيار الألوان والتطريزات والخامات الراقية اللي بتعطي إحساس بالفخامة والدفء في نفس الوقت. شوفوا معايا جمال التفاصيل، كل غرزة تطريز وكل رسمة وكل نقشة معمولين بعناية شديدة علشان يخرج التصميم بالشكل الراقي اللي احنا شايفينه. ومن أكتر الحاجات اللي شدت انتباهي إن الموضوع مش مجرد تنفيذ ستارة جميلة فقط، لكن الجميل فعلا إنهم بياخدوا من نفس تصميم الستارة ونفس التطريزات ونفس الألوان ويبدأوا يوظفوها في باقي عناصر الديكور. يعني ممكن تلاقي نفس النقشة الموجودة في الستارة متنفذة على كراسي الصالون، ونفس التطريز متكرر بشكل أنيق على الأنتريه، وكمان تلاقي الأباجورات والإكسسوارات واخدة من نفس الروح ونفس الطابع الفني، وده بيخلي المكان كله متناسق بشكل مريح للعين. لما تدخلي الغرفة وتحسي إن كل قطعة فيها مكملة للتانية، مفيش عنصر غريب عن باقي العناصر، كل التفاصيل متجانسة وكأنها قطعة فنية واحدة كبيرة. وده في الحقيقة من أسرار نجاح الديكور الفخم، إن كل حاجة تكون مرتبطة ببعضها في اللون والنقش والتصميم. لاحظوا مثلا جمال الستارة وهي متناسقة مع الكراسي، وجمال الأقمشة المستخدمة في التنجيد، وكيفية دمج الألوان مع التطريزات الذهبية الراقية. كل ده بيضيف إحساس بالفخامة والرقي بدون مبالغة. كمان التنوع الموجود في التصميمات بيدي اختيارات كتيرة تناسب مختلف الأذواق. في تصميمات كلاسيكية ملكية لعشاق الفخامة، وفي تصميمات راقية وهادية تناسب البيوت العصرية، وفي موديلات تضيف لمسة مميزة لغرف الاستقبال والصالونات. ومن الحاجات اللي تميز الشغل كمان الاهتمام بأدق التفاصيل، سواء في اختيار الخامات أو تنفيذ التطريزات أو تنسيق الألوان أو توزيع عناصر الديكور داخل المكان. كل تفصيلة ليها دور في الشكل النهائي، وعشان كده النتيجة بتكون مبهرة بالشكل اللي احنا شايفينه. فعلا لما تكون الستارة جزء من رؤية متكاملة للديكور، النتيجة بتكون مختلفة. عندنا كمان ملاية السرير بتاخد من طابع الستارة، وبيتحول المكان من غرفة عادية إلى مساحة مليئة بالفخامة والجمال. قولولي بقى رأيكم في التعليقات، ايه أكتر تصميم عجبكم خلال الجولة؟ وهل بتفضلوا الطابع الكلاسيكي الفخم ولا الديكورات الهادية والعصرية؟ أنا هسيبكم مع مقطع مع أستاذ أبو حفصة وهو بيشرح لنا تفاصيل الستارة والخامات وإزاي بيستخدمها، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وحاسب لكم لينك البيج بتاعتهم. أتمنى تزوروا صفحتهم، وما تنسوش دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكرا حبايبي، أشوفكم على خير، مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا في شركة حفصة للديكور والمفروشات. حد سألني بيقول لي أعرف إزاي الستارة غنية أو ستارة شعبي. إحنا عندنا طبعا بنجيب لكم بفضل الله أجود خامات. دي القطيفة بتوزن مش أقل من 700 جرام، بننزل عليها بالشغل التطريز أيا كان طابلوه في النص أو كنار في الطرف، ده بيبقى بذوق العميل، وجميع الألوان متاح تغييرها. بنيجي فيها من ورا بنعمل حاجه اسمها البطانه عشان تدي غناوه للستاره. طبعا العاده دي كلها معموله غزل يدوي، حرير الصافي ما فيهاش فتله واحده بوليستر، يعني مهما تتبهدل ما يحصلهاش حاجه بفضل الله. بنيجي برضو في الخفيف بنعمل نفس الطابلوه اللي في الخفيف، ممكن نعمله هو او نغير. بنقطع من القطيفه التقيله بنطعم في التل عشان نربط الستاره الخفيفه بالتقيل. وبرضو للعميل اللي بيحب الشغل الغني بنعمل حاجه اسمها بطانه او طبقه تانية من تحت. بفضل الله محدش هيعمل الشغل ده او مش هتلاقوه غير عند حفص. لو بصينا لفردة الرباط بسم الله ما شاء الله، شغل كله حرير صافي، مفيش فتله واحده بوليستر، الشغل كله معمول غزل يدوي. وجزاكم الله خيرا.